يلا بقى النهاردة هنعمل حملة من النظافة كده زي ما بيقولوا يعني. هو الفيديو هينزل متأخر بس عايزة اقولكوا ان يعني الفيديو بصوا يعني مبهج جدا وتحفة جدا وحلو جدا. وانا يعني انبهرت بيه قوي وانبهرت بالمنتج اللي انا جبته حلو جدا والله العظيم. ده ولا اعلان ولا انا مستفادة اصلا منه اي حاجة، بس حاجة انا جربتها كنت كل الناس بتسمع عنه زيكم زي ما انتوا شايفين كده. يا دوبك رشيت بس حاجة بسيطة كده واسيبه 5 دقايق، وزي ما انتوا شايفين مش محتاج حتى ان انا ادعك او اي حاجة بقى، يعني وداعا بقى للهلك الصحة بقى والمساحيق الغالية والاوفر والحاجات دي. يعني بصوا انا يا دوبك بليت بس كده الفوطة ولا الحتة او اي حاجة، حطها بس صابون حاجة بسيطة وبصوا بمسح بس بيه كده. يعني رشيت المنتج اللي هقولكوا عليه دلوقتي حاجة كده وهمية تحفة جدا، حلو قوي. بصوا اديكوا شفتوا بقى النتيجة، تعالوا نشوف بقى المنتج. بصوا بقى دوت المنتج ده تحفة والله العظيم والله العظيم. انا مش مستفادة اي حاجة، انا كنت بسمع عنه واشتريته زي اي حد اكيد. ممكن في ناس كتيرة جربته او الله اعلم معرفش. بس ده اسمه لاستر. لاستر ده بس في منه بقى المغشوش وفي منه اللي تمام اللي كويس زي كده. ده ده الاصلي يعني اللي هو عليه العلامة المائية اللي هي المدورة دي زي ما احنا شايفين. ده لاستر الأصلي، واللي مكتوب عليه كلمة لاستر مطبوعة كده ومضغوطة ده برضو الأصلي. وده تحفة جدا جدا، عايزة أقولك أنا مش هستغنى عنه تاني أبدا إن شاء الله يعني. ده طبعا بيعمل البوتاجازات الغسالات والحاجات بقى اللي هي اللي عليها دهون جدا، السيراميك الحيطان كل حاجة. يلا بينا نبدأ. بس أهم حاجة لازم نلبس جلافز جوانت يعني. فطبعا يعني حماية لإيدك برضو ولصوابعك وكده. طبعا بصوا أنا حاسة إن كان السيراميك نضيف يعني، ولا هو بس هو مش نضيف. طبعا بصوا ده مطبخي أنا طبعا كنت سايباه فترة كده، اللي هو أنا أصلا صدمت وادي بوتاجاز. فعايزة أقولكوا أنا اتصدمت فعلا من المنتج. بصوا يعني أنا هنا يعني هتشوفوا حاجة وبعد يعني بعد الفيديو هتشوفوا حاجة تانية خالص. وادي المطبية هنا نبيتي برضو غيرنا شكلها، هنشوف برضو ازاي تفاصيل بسيطة هتغير حياتك جدا جدا جدا. وبص كل ده دهون مش هتبان الا لما نرش الاستر ده. وانا بس هنا بصوا انا لمعت المطبخ يا دوبك. بصوا جبت حاجة كده يعني زي قماشة او حاجة زي كده، ورشيت بس عليها يعني بليتها مية عادي ورشيت عليها من اللي هو المنتج اللي هو الاستر ده. اقسم بالله ما اعلان ولا اي حاجة والله العظيم، ولا مستفادة اي حاجة خالص خالص. واللي عارف يعني عارف يعني عارف ان انا فعلا بتكلم بجد. بصوا يا دوبك انا رشيت عليها كده حاجة بسيطة، وبصوا بمسح بس. والله العظيم دي كانت دهون فظيعة عايزة اقولكوا. يعني انا نفسي اتصدمت يعني. وانا بصوا يعني ان انا بكحت مش عايزة تطلع يعني اللي هو ايه ده. فطول عمري بقى بقول ان انا فعلا بنضف المطبخ والحاجات دي، بس ما تخيلتش بصراحة ان المنتج ده هيخلي الدنيا ما شاء الله حلوة وزي ما هنشوفها كده بتلمع. يعني بصوا رجعت مطبخي يعني زي الاول واحسن كمان. بصوا هنا بصوا الدهون كانت رهيبة والله العظيم. انا نفسي مصدومة، انا مش عارفة انا يعني بقول كده ازاي. طبعا انا هنا بصوا دي العين بتاعة البوتاجاز. يعني انا لما باجي اعمل فيديو او حاجة زي كده مش بتبان اصلا، فبيبان ان البوتاجاز تماما نضيف جدا. وده الفرن يعني من بره. انا بصوا والله مصدومة اقسم بالله مصدومة. يعني انا مش عارفة ده ايه، بس يعني غصب عني طبعا اللي كان حاصل ده. يعني وفاة امي الله يرحمها ووفاة اخويا كان فعلا الفترة اللي فاتت دي. انا كنت سايبة حاجات كتيرة قوي. شايفين مش محتاج حتى ان انا ادعك بسلكة ولا بأي حاجة بايدك. بص انا بعمل بصباعي بص كده الدهون بتسيح على طول. فبصوا يعني انا هنا جبت بقى ابتديت ان انا اجيب يعني سلكة او حاجة كده بسيطة. والله ما بدعك والله ما بدعك يعني ان انا بس يعني بصوا بحسس كده على البوتاجاز اصلا. يعني هو غصب يا رب يعني ان المنظر يوصل للدرجة دي كان غصب عني فعلا حرفيا. انا ما بحبش كده خالص خالص. انا مش بحب ان انا اسيب الحاجة لما تجيب اخرها كده، بس كان غصب عني. يعني كان عندي حالتين وفاة فالحمد لله يا رب يعني اللهم لا اعتراض. فكان طبيعي ان انا مش عارفة يعني.
المهم يعني ان انا بصوا يعني ما بياخدش مننا اي حاجه. انا عايزه بس والله العظيم اوريكم. يعني انا بصوا كلامي ده من كتر ما انا مبهوره جدا بالمنتج ده. هو لاستر ده كان بكام؟ يعني هو في ناس بتبيعه بالشحن وبالحاجات دي تقريبا ب90 أو 95 جنيه حاجة كده يعني. أنا جبته. بصوا جبته من حد يعني وكده ب65 جنيه بعد 70 يعني. فبصوا مش قادرة أقولكوا أنا مبهورة جدا جدا والله العظيم. يعني ده البوتاجاز أو الفرن يعني اللي كان قدامنا. أنا بوتاجازي ده ما شاء الله يعني بقاله 11 سنة. يعني كتر خيره يعني هو مستحملني كتير بصراحة وكتر خيره عليا وكتر خيري عليه يعني بصراحة برضه. فعايزة اقول لكم بصوا شايفين يعني مش قادرة اقول لكم يعني بصوا المنتج بيتكلم عن نفسه يعني اساسا. او لاستر بيتكلم عن نفسه. بقى ارجع اقول تاني ده مش اعلان. خلاص بقى كده خلصنا البوتاجاز بتاعنا وكده. يلا بقى بينا بقى ايه نغير شكل الرخامة بتاعتنا كده ونعمل لها رخامة كده شياكة يعني حاجة كده ايه تغيير تغيير. بصوا هنا لازم تكون الرخامة ناشفة تماما. الستيكرز دوت يعني في ناس بتبيعه برضو ب40 وفي ناس بتبيعه ب75 وفي ناس بتبيعه ب90. فاللي هو أهم حاجة بقى من ده كله لازم تكون اللزقة بتاعتها يعني عاملة زي الورق الفويل كده. ولازم تكون فيه اللمعة دي اللي هو تحسيه مشمع فاهمة. طبعا بصوا انا هنا لازم تكون معاكم القشاطة دي ولا معرفش يعني اسمها ايه كده. دي او بطاقة شخصية عادي او اي حاجة يعني تكون ايه عشان تطلع الفراغات وتطلع الهواء من الستيكرز والحاجات دي. طبعا لو في برضو فقاقيع كده زي ما احنا شايفين بصوا بيتفرد معانا بكل سهولة. اهم حاجة بقى خدنا الموس بقى الامواس دي بتاعت جوزي طبعا هطرب برا انا دلوقتي بعد الفيديو ده. بصوا خدت بقى علبة الامواس دي وبقيت ايه اسهل حاجة. بصوا المقص هيعوجلك الدنيا وهيبهدلك الدنيا بصراحة وهيقطعهولك اصلا. فانتي تجيبي احسن حاجة موس وتتعاملي بقى تقصقصي كده بالموس كده. بص هياخد معاكي خط واحد حاجة حلوة جدا عظمة يعني. هنا بقى شفتي هنا في فقاقيع ده دبوس ابرة عادي بتاع الطرحة اقعد اشكشك كده بيه واعمل بالقشاطة دي. يعني مش عارفة انا مسميها قشاطة يعني. بس هنا بقى في ايه انا في حاجة كنت المفروض اعملها الاول. شايفين الجزء اللي هو الرخامي ده طبعا اللي موجود عنده يعني المفروض كنت ابدأ بيه الاول فاهميني. ما كانش هيغلبني عن الاول. يعني كنت انا بدل ما كنت لزقت الرخامه مثلا الاول لا كنت عملت الايه الجزء دوت انا زقيت الرخامه كده شويه لقدام عشان اعرف اتحكم فيه. هو الحمد لله بفضل ربنا يعني انا عرفت ان انا ايه اسيطر على الموقف يعني وعملت الدنيا كده وكنت مبسوطه قوي. وطبعا لو بتعملي حاجه بحب وان انتي حابه الموضوع طبعا الحاجه هتطلع من ايدك حلوه جدا جدا جدا. وانا الحمد لله يعني انا من النوع اللي بحب المطبخ يعني اعوذ بالله من كلمه انا طبعا. يعني كانت ستي الله يرحمها تقول لي ايه احب المطبخ المطبخ يحبك. سبحان الله بقى تلاقينا بنحب بعضينا تقريبا حاجه كده يعني. بس امي برضو كانت بتدعيلي يعني الله يرحمها يعني عايزه اقول لكم كل واحد بيبقى فاكر كده تفاصيل كده يعني ايه الحمد لله. بصوا كده بيتلزي معايا بكل سهولة بقى عشان تروحي تشتري رخامة فعلا زي كده ولا 1500 اقسم بالله انا يعني سألت عليها يقولولي يعني ولا 1500 عشان اجيب رخامة زي كده. طب وليه بقى يعني؟ طب ما احنا عندنا اهو في ايدينا نغير الدنيا ونغير يعني نروق على نفسنا كده. بصوا انا هنا خلصت الرخامة بتاعتي وعايزة اقول لكم غيرت شكل المطبخ جدا. واي فراغات بقى قلنا يعني لو في بقى معاكي الموس كده شكشكي بس بيها واعملي بالقشاطة دي هتطلع اي هوا زي السكرينة كده بتاعت الموبايل. تمام. ومش هتاخد معانا وقت خالص ولا بصوا يعني وادي المطبقية بتاعتي يلا بقى بينا نفضيها كده عشان ايه قلتلكوا تفاصيل بسيطة هتغير الدنيا وهتغير شكل المطبخ تماما. انا كانت الرخامة بتاعتي زي ما احنا شفنا كده لونها غيرناه. طبعا بقى المطبقية ده بصوا ده رش كده بيتباع عندي اي مثلا اللي هما بتوع مستلزمات البيوت بقى البوية والحاجات دي. ده برضو بيرش يقولوا معايا اللهم صل على النبي عربيات بقى موتوسيكلات بوتاجازات الحاجات دي. طبعا انا استعنت بجوزي بقى ان شاء الله يخليه كده. خليته رشالي على السلم بره. فحاولت انا بقى الذهبي وكده وبقيت انا ايه
يعني مبسوطة بقى مش قادرة اقول لكم بقى. تمام كده انا رشيناها، بصوا بقى شكلها حلو قوي ولذيذ كده وسبحان الله يعني الحاجة البسيطة بتغير الشكل الدنيا خالص. انا سبتها تنشف بره وجبنا بقى ايه الرش بتاعنا اللي هو الاصفر ده. بصوا يعني هتنبهروا، يعني انا نفسي كآية يعني انبهرت. تمام. والله يعني انا بقول ايه، يمكن انا عماله اقول يمكن السيراميك كان نضيف او حاجه زي كده، لا خالص خالص بجد والله انا مصدومه اساسا. ف يعني انا رشيته كده، وهتلاقوا الدهون بقى بتعيط لوحدها كده، اللي هو بتسيح لوحدها اساسا. يعني الدهون بتعيط من نفسها. وحياة ربنا مصدومه يعني. بس يعني عارفه يعني بعد ما اتصدمت او حاجه زي كده، يعني الحمد لله فرحت وانبسطت بقى بالايه، بالنتيجه. انا هسيبه هنا مثلا 5 دقايق 10 دقايق، يعني مش هكتر عن كده. هتلاقي بقى تجيبي اي حاجه بقى، ويعني فوطه كده بليها، حطي فيها بس صابون كده وما تعصرهاش قوي. وزي ما انتي شايفه كده، بصوا ما بدعكش خالص بحته قماشه، حاجه بسيطه يعني. يعني والله اللهم بارك بجد، فعلا تحفه جدا حلوه جدا ما شاء الله. ولا هتتعبي بقى، وداعا للمجهود يا جماعه، وداعا بصوا اي حاجه. انا هنا حتى مش لابسه جوانتي اللي هو جلافز يعني ولا كده. فيعني عشان انا بس ايه، بعمل على طول وبغسل ايدي على طول. فانتي لو هتدعكي بقى بوتاجاز والحاجات دي لازم تلبسي جوانتي. بصوا انا هنا بقى هعمل الحيطه. جبت هنا بقى انا جبت فوطه اصلا قصيتها، ورحت حاطه بقى جايبه المساحه بتاعت الحمام طبعا. غسلتها. ورحت بقى جايبه صابون كده، بصوا يا دوبك مع يعني عصرتها نص عصره بس. ونجيب بقى المساحه نستعين بيها كده يعني. ونروح بقى جايبينها وحاطينها كده، وادي بقى يعني ادي بقى والنشاط بقى اشتغل، وايه مش قادره اقول لكم. مت بعديها. الحمد لله بجد والله العظيم، يعني وفرت عليا مجهود كتير جدا. شايفين الفرق بجد يعني ولا هتحتاجي بقى سلم ولا الكلام ده. انا بقى هنا ايه قلت بقى هنا عشان كانت الدهون برضو اللي هي ورا البوتاجاز على طول، فاللي هو ايه جبت كده ليفة سفنج يعني. يا دوبك اللي انا بس بمشيها على الحيطة زي ما احنا شايفين، والله ما بدعك انا بمشيها بس. شايفين الدهون عاملة ازاي؟ هي كده كده. الدهون عيطت والله. الدهون يعني اللي هو ايه، الدهون ساحت لوحدها، يعني اللي هي دموعها نزلت اساسا، يعني جابت اخرها. بجد يعني الاستر ده حلو قوي. يعني بصوا انسوا اي منتج تاني، اي حاجة تانية خالص ده. يعني اخاف اقول سحري، يعني نقول حرام، يعني حرام من الكلمة دي يعني. بس هو فعلا رهيب رهيب بجد. شايفين اللمعة؟ ولا مثلا لا قدر الله بيعمل بهتان في السيراميك، او لا قدر الله برضو البوتاجاز، لا تاخدي بصي نتيجة عظمة على عظمة. ودي بقى كده وايه واشتغلي بقى كده، بصي يعني ربع ساعة هتكوني مخلصة المطبخ ده، الحيطان يعني. انما طبعا بقى المطبخ من فوق بقى شوفي انت هتعملي ايه مش عارف ايه الكلام دوت. انا عمالة ارغي معاكم كده عشان انا ايه حابة يعني ان انا اتكلم معاكم. فطبعا بصوا، يلا بينا بقى ايه نشوف عملنا ايه في المطبخ، اقولك كلمتين. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بصوا بقى انا عايزه اوريكم الحاجات يعني ايه. انا انبسطت وقلت ابقى يعني ابسطكم معايا بقى وكده. تمام. انا بصوا يعني 20 جنيه ممكن تغير. آه يعني تغير ايه هقولك ايه، تغير يعني مودك، تغير المطبخ انت واقفه فيه وانت يعني فاهمه. يعني بصي 20 جنيه بس هتعملي بيها كل اللي نفسك فيه، هتغيري اي حاجه انت عاوزاها، هتجيبي اي حاجه انت نفسك فيها. 20 جنيه دي عباره عن ايه بقى؟ انت تخشي جمعيه بيها عادي. 20 جنيه كل اسبوع مثلا. تمام. هتتقبض يعني دخلنا 20 جمعيه 20 جنيه. ماشي. ال20 جنيه دي كل اسبوع تتقبض 600 جنيه. تمام. تمام. تجيبي بقى اللي نفسك فيه بقى. مش شرط بقى ايه تستني بقى مصروف من جوزك يديكي ما يديكيش كده. خلي الحاجة دي تبقى مستقلة بيكي انت، حاجة بتاعتك انت، حاجة انت اللي خلاص انت في دماغك هدف، في دماغك حاجة كده، فانت هتعملي ده. عايزة اقول لكم انا يعني ال20 جنيه دي بسطتني كتير وفرحتني كتير وخلتني اعمل حاجات حلوة انا كنت حابة اعملها، حابة اغيرها، حابة يعني ده من ضمن الحاجات مثلا ان انا غيرتها. تمام. ده مش رخامة، يعني دي مش رخامة. انا جبت اللي هو الستيكرز والحاجات دي، فغيرت ايه،
غيرت شكل الرخامة، خليتها تدي روح، غيرت شكل المطبقية. يعني بصوا هوريكم كده حاجة، يعني عايزة اوريكم بس كده حاجة. يعني بصوا، يعني خليت المطبقية لونها يعني بدل ما هي كانت نبيتي خليتها بقت ذهبي. عايزة اقول لكم حاجة تاني برضو، بدل ما اقعد اهلك نفسي بقى في اجيب مسحوق غالي وفي نفس الوقت برضو من لونها افضل انا اعمل ايدي. يعني انا عايزة اوريكم ايدي اهو، اهو، اهو. يعني بصوا ده يعني الحمد لله الحمد لله، يعني فضل ونعمة من عند ربنا. انا لسه مخلصة حالا المطبخ والحاجات دي ونازلة، يعني بقى نازلة بقى عند اخواتي وكده. اولا طبعا الفيديو اللي هنشوفه ده انا يعني بصوا، يعني انا من ساعة ماما الله يرحمها ما توفت، وبعديه كده بعديها اخويا توفى بعديها ب6 شهور و10 ايام، يعني الله يرحمهم ويغفر لهم. فبصوا يعني مش بحب اتكلم عن الموضوع ده كتير عشان بتضايق، فاهمين؟ يعني انا مش هتكلم عنه اصلا. اللي هيشوف الفيديو ده انا ما بحبش، يعني انا مش من النوع اللي مثلا اسيب الحاجه لحد ما هنشوفها بالشكل ده، اللي هو مش مثلا مش هسيب الحاجه لحد ما توصل للدرجه اللي هي ما تبقاش نظيفه قوي كده، او البوتاجاز مثلا يفضل لحد ما خلاص جاب اخره. لا خالص، انا ما بحبش اسيب الحاجه كده خالص. واللي عارفني عارف ان انا بتكلم بجد، ان انا يعني ما بحبش الاهمال، ما بحبش ان انا مثلا اسيب حاجتي لحد ما خلاص بقى. لكن انا كان غصب عني السنه اللي عدت دي، عدت بكل بقى حاجه حلوه فيها بكل حاجه وحشه فيها، الحمد لله ربنا قال لي. واللهم لا اعتراض على اي حاجه ربنا بيجيبها. فانا عايزه اوصل لكم ان كانت السنه اللي أنا دي عدت، يعني خدت امي واخويا الله يرحمه بان انا اهتم زي ما كنت بهتم بمطبخي، اهتم بحاجتي، اهتم ان هي ما توصلش مثلا تبقى مش لطيفه او مش لذيذه او كده. المهم يعني عشان ما اطولش عليكم الفيديو، فانا حابه اقول لكم الاول كل سنه وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم وعلينا كلنا ان شاء الله يا رب. فبصوا انا حابه بس اوريكم ال20 جنيه دي غيرت حاجات كتير، او مش عاوزه تعملي جمعيه ممكن برضو تشيليها، تشيلي كل يوم حاجة، كل أسبوع حاجة، كل شهر حاجة، لغاية ما يجي مثلا وقت اللي انت عاوزة تعملي فيه أي حاجة وهتجيبيها. وطالما في دماغك حاجة هتعرفي تعمليها بقى إن شاء الله. المهم تعالوا بقى أوريكم بقى أنا عملت إيه في المطبخ بتاعي. حاجات بسيطة، تفاصيل بسيطة فرحتني وبسطتني، وبعد ما أنا غيرت فيه شوية حاجات كل ده من ال20 جنيه. شفتوا بقى كل ده من ال20 جنيه زي ما احنا قلنا. يلا بقى نشوف بسم الله كده ونسمي الله ونبص بقى كده على المطبخ بعد ما عملناه. عايزه اقول لكم يعني انا مبسوطه جدا الحمد لله والشكر لله طبعا. طبعا لو عجبكم الفيديو اتمنى يعني ان انتوا تشتركوا في القناه، لان حرفيا فعلا بتعب والله العظيم في الفيديوهات دي جدا. يعني على ما بقعد بقى منتج ومش عارف ايه والكلام دوت، اتمنى تشتركوا في القناه وكده وتدعموني يعني ولايك والحاجات دي بقى طبعا. يعني ايه، يعني انا مش بحب اطلب يعني الموضوع ده، بس ايه اللي هو يعني ايه، لو عجبكم الفيديو طبعا اكيد هتشتركوا في القناه ان شاء الله. بصوا بقى كده السيراميك عامل ازاي، بربرق فعلا زي ما بيقولوا كده بيلمع. شايفين كده، ولا جير ولا اللي هو، لا بالعكس جدا ما شاء الله بيلمع جدا ومش هيغير لونه. وطبعا المطبقية بتاعتنا اللزوزة دي الحلوة الأمورة كانت نبيتي وسبحان الله بقت ذهبي، مش عارفة ازاي يعني، بس يلا ماشية مع الطقم تصدقوا. يعني ذهبي في عسلي كده حاجة ايه تحفة. وطبعا عملت يعني انا في حاجات كتيرة قوي عملتها والله من غير ما اصورها، بس انا حبيت بس اوريكم اللاستر ده بيعمل ايه بجد وهمي. وادي البوتاجاز اهو، 11 سنة يا جماعة مستحملني والله. ربنا ييسر كده بس ايه ونظبط الدنيا ان شاء الله. شايفين بقى كده يعني عايزة اقول لكم عظمة. تعالوا كمان اوريكم الحوض. هنا كان فيه زي صفار كده، يعني برضو لما دعكته كده بالسيركة وحطيت عليه رشة لاستر وكده ظبط لي الدنيا وبيلمع. طبعا الفلتر برضو عملته بيه حاجة تحفة جدا. طبعا لسه انا هعمل الشفاط بقى، مش هكدب عليكم واقول لكم لا انا عملته، لا لسه بصراحة ما عملتوش، لاني بصراحة ما كانش في وقت. كنت بعمل بقى في الشقة وبعمل في المطبخ، لو كنت بقى عايزة اخلص عشان انزل لاخواتي بقى زي ما انا بقول لكم كده. فبجد والله يعني مبسوطة، وربنا يسعدكم كلكم كلكم ويعني يوسع عليكم وعلى الناس كلها جميعا وعلينا.
وطبعا ايه يعني مش عارفة اقولكوا ربنا يبسطكوا ويسعدكوا ويفرحكوا ويفرحنا. وطبعا اكيد انتوا شايفين وشفتوا اديني عملتلكوا الحاجات اهي عملي. وتاني هقول ده مش اعلان، قسما بالله ما اعلان ولا مستفادة اي حاجة، بس حاجة جربتها حبيت افرحكم معايا. طبعا شايفين الجواب باين من عنوانه. تمام كده. وادي المطبخ برضه من تحت اهوت، يعني عملته كده ايه. انا خلصت مطبخي بقى ومطبخي الزغنطوط كده ومحندق كده حلو جدا الحمد لله. ربنا يوسع علينا وعلى الجميع يا رب. فبس وادي الرخامة العسولة بتاعتنا اهي بقت حلوة جدا. وبس كده. يعني تفاصيل بسيطة بجد فرحتني وبسطتني وغيرت الشكل طبعا. يعني انتي اكيد بتحبي تجددي وتقفي في مكان حلو ومكان جديد. يا رب يكون عجبكم واشوفكم على خير والسلام عليكم.